تعالوا بقى كده النهارده لو احنا عندنا كاس مكسور او حتى كمان طبق مكسور نستفاد بيه وكمان ما نرموهوش خالص. اول حاجه كده كان عندي الكاس ده وزي ما احنا شايفين مع بعض مكسور، على فكره ممكن نستخدمه استخدامات كتيره جدا غير ان احنا نشرب فيه، وحتى كمان الطبق مكسور ده برده ممكن نستخدمه استخدامات كتيره جدا، حتى كمان برده ممكن ما ناكلش فيه بس نعمل بيه افكار تانية. اول حاجه هنصلحه وهتجيب اللي احنا شايفينه مع بعض ده على فكره بيتباع عند اي موان زي ما احنا شايفينه كده حلو جدا. هجيب بقى اللاصق بتاعي وهبتدي زي ما احنا شايفين مع بعض احطه بالشكل ده. كل بس الفكره هنحط نقطتين بساط جدا، مش هنحتاج اكتر من كده، وبعد كده هبتدي ان انا اثبته. هتحسوا فعلا ان هو مسك كويس جدا. كده خلاص ثبتناه والدنيا كلها تمام، وزي ما احنا شايفين مع بعض شكله من تحت. هحط بس كمان نقطه بسيطه جدا من ناحيه بره لضمان برده ان هو يكون مسك اكتر. اما بقى السبراي ده بيجي معاه هبتدي برده ان انا ارش رشه بسيطه جدا. مجرد بس ما بنرش الرشه البسيطه دي بتحس فعلا ان الدنيا اتغيرت تماما، ومهما بقى عملتي في الكاس بتاعك مش هيتكسر خالص. زي ما احنا شايفين كده بحركه في كل الاتجاهات ما بيجرالهوش اي حاجه. لو انت بقى وصلتي معايا لحد هنا حط لايك جميل زيك، وكمان طبعا انزلي كده في الكومنتات اكتبي لي تعليق جميل من ايديك الجميله. وتعالوا بقى كده كمان نصلح الطبق ده. طيب الطبق ده هناكل فيه، على فكره ممكن جدا ما ناكلش فيه ولا نعمل بيه اي حاجه خالص خاصه بالاكل، ممكن جدا ندخله في اعاده التدوير بتاعتنا وطبعا نستفاد بيه. اما لو احنا بقى عايزين نستخدمه اي استخدامات تانية مفيش مشكله، اللي انت حابه تستفادي بيه استفادي بيه. الافكار بتكون كتيره جدا، وعملنا افكار كتيره جدا جدا من الاطباق المكسوره، فممكن طبعا ننفذها بالطبق بتاعنا ده. ولو انت بقى عندك كده طبق صيني واي حاجه منه اتكسرت، فطبعا عايزه تحافظي على الكميه بتاعتك او الاطباق بتاعتك، ممكن طبعا برضو تنفذي الفكره بتاعتنا دي وبرضو تحتفظي بالطبق بتاعك. هرش برضو السبراي بتاعي زي ما احنا شايفين مع بعض، وبرضو بمجرد بس كده برش السبراي بتاعي بيمسك كويس جدا جدا. عايزه اقول لك حاجه، لو انت الطبق بتاعك اتكسر او اي حاجه اتكسرت ما تستنيش عليها ولا تركنيها. عايزه اقول لك ان الطبق بتاعي ده كان بقاله كده حوالي سنه او سنه ونص وانا راكناه، هتحسوا كده ان فيه خطوط بيضه كده باينه. اما لو احنا صلحناه على طول مش هيبان اي حاجه، طبعا العوامل بتاعه الجو وكده فبتفرق جدا جدا. عايزه اقول لك بقى مهما خبطت في الطبق ده مش هيتكسر خالص ولا برضه هيجراله اي حاجه، وماسك كويس جدا جدا زي الحديد بالظبط. ده على فكره انا عملت بيه افكار كتيره جدا عندي في البيت، هبقى انزلها لكم كده حاجه ورا حاجه علشان طبعا تشوفوها وبرضه تستفادوا بيها. لو انت حباه خدي منه سكرين شوت الجزء اللي باين فيه، وطبعا برضه نفذي الفكره في اي حاجه انت حباها. ودي بقى كانت أول فكرة عندنا النهاردة. حطوا كده لايك جميل لأول فكرة، ويلا بينا بقى دلوقتي ندخل بإيدينا اليمين على تاني فكرة عندنا النهاردة. طيب تاني بقى فكرة عندي النهاردة هنستخدم فيها إيه؟ هنستخدم فيها الشنط بتاعت المحلات دي، وهستخدم كمان أي بقى علبة قديمة عندي. هجيب الشنط بتاعتي الحلوه دي، واول حاجه هبتدي ان انا افتحها كده من بعضها، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب العلبه بتاعتي وهغلف اول حاجه العلبه بتاعتي كده من جوه. طيب اي علبه هتنفع، اي علبه هتنفع ايا كان شكلها وكمان حجمها. وافضل بقى طريقه ان احنا نغلف بيها العلبه بتاعتنا، هغلفها كده زي ما احنا شايفين مع بعض من جوه اول حاجه، وبعد كده هبتدي ان انا اروح ناحيه بره وبرده هبتدي ان انا اغلف الجزء بتاع بره. كده بقى هتطلع معانا مظبوطه اكتر واكتر. وزي ما احنا شايفين كده الجزء بقى بتاع بره ده هبتدي برضو ان انا اجيب جزء تاني من نفس الشنطه بتاعتنا وهغلفه طبعا بيها، وعلشان العلبه بتاعتي هيظهر منها الكلام اللي تحتها، فعملت هنا دورين اتنين او جزئين اتنين من الشنطه اللي معايا او القماش بقى اللي احنا مستخدمينه ده اللي هو طبعا قماش الشنطه. هنا بقى هبتدي ان انا اجيب قطعه كرتون عاديه جدا، وزي ما احنا شايفين كده هبتدي ان انا اشيل منها زيادات. خدنا كده مقاس الدايره بتاعتنا الحلوه دي، وبعد كده هحط بقى الشمع بتاعي، وبعد كده برضو هبتدي ان انا اثبت عليها القماش زي ما احنا شايفين مع بعض. وما ننساش بقى علشان التقفيل بتاعنا يكون احلى واحلى ان احنا طبعا نحط الشمع بتاعنا كده ناحيه جوه، وبعد كده كل بقى التنايات او كل القصاقيس بتاعتنا الحلوه دي هدخلها كده ناحيه جوه. هحط بقى الشمع بتاعي كده، وبعد كده هبتدي انا اثبت جزء تاني طبعا برضو من جزء الشنطه اللي معانا. عايزه اقول لك حاجه، قبل ما تشتغلي في الشنطه دي اكويها، حط كده عليها كيس مخده او اي حاجه واكويها علشان طبعا ما يتحرقش معاكي، وكمان برضو علشان تطلع مفروده معانا بعد كده. حلو الكلام. طيب حلو الكلام. هنا بقى هبتدي ان انا اجيب اي بقى غطا عندي، وهنا استخدمت غطا سبراي، وممكن طبعا نستخدم غطا ازاز بيروسول عادي جدا. هنغلفه برضو بنفس القماشه بتاعتنا الحلوه، وبرضو هبتدي ان انا احط جزء تاني كده من ناحيه بره. اما بقى العلبه بتاعتنا دي هبتدي انا اثبت عليها جزء كده من الجبير علشان يدينا شكل احلى واحلى، ونفس الفكره برضو هبتدي اروح على الجزء اللي احنا عملناه طبعا من قطعه الكرتون، وهغلف عليه برضو او هثبت عليه جزء تاني.
قطعة بقى كده كرتون وهنرسم عليها كده شكل المثلث، وبعد كده هنقص الزيادات بتاعتنا بالطريقة دي. طيب بعد ما خلاص بقى قصينا الزيادات وده هيكون الشكل عندنا زي ما احنا شايفين، هبتدي ان انا اخد برضو جزء تاني برضو وهبتدي ان انا اخد نفس المقاس بتاعه، وهنا بقى ممكن نعمل بقى الحردات او الحاجات البسيطة اللي انا بعملها دي علشان تديني الشكل المطلوب. كان عندي بقى هنا قماشة كده بمباية حلوة هبتدي ان انا اجيبها، وزي ما احنا شايفين برضو هبتدي ان انا اغلف الجزء بتاعنا بيها. طيب بعد ما خلاص بقى غلفناه والدنيا كلها تمام، اكيد مش هننسى الجزء التاني ده اللي هو ناحية ورا، فهبتدي طبعا ان انا اثبت الجزء بتاعي. يعني نركن بقى الجزء بتاعنا الحلو ده على جنب ونعمل برضو التانية بنفس الطريقة. وهنا بقى ممكن احط اي حاجة انا حباها، وانا هنا استخدمت حبل خيش هيكون حلو جدا في الفكرة بتاعتنا وكمان هيكون لايق جدا جدا. هاجي بقى هنا وهثبت الجزئين بتوعي الحلوين دول، وبعد كده ممكن اعمل بقى العينتين الحلوين برضو بتوعنا دول من اي بقى ورق فوم عندنا او قماشه بيضه او اي حاجه، مفيش مشكله. لو استخدمتي بس كده قماشه بيضه ممكن طبعا تعمليها الاول على كرتون وبعد كده تشتغلي بيها براحتك خالص. لو انت بقى عندك ورق فوم زي ما احنا شايفين قطعه بسيطه جدا ملهاش اي لازمه، هبتدي ان انا اجيبها واشتغل فيها براحتي. وكمان هنا جزء كده باللون الاسمر هبتدي ان انا اثبته برضو في النص علشان طبعا يديني شكل العين ويكون الشكل حلو جدا. وهنا بقى هبتدي برضو ان انا اثبت جزء تاني من حبل الخيش. بصوا بقى التزيين ده يرجع ليكوا، حط اللي تحطيه واعملي اللي تعمليه اكيد هيطلع من ايدك حلو جدا طالما الحاجه معموله بحب وكمان معموله بشكل كويس. مفيش مشكله خالص بقى استخدمي اي خامات انت حباها، جبر كده من حاجه قديمه، كلفه كده من حاجه قديمه، حاجه كده تشتريها من بره وانت ماشيه، مفيش مشكله. اعاده التدوير الشغل فيها بيكون ممتع جدا، وحتى كمان انا عارفه ان حتى الفرجه عليها بتكون ممتعه جدا، وخصوصا بقى كده لما يكون متابعين حلوين وكمان برضو عيونهم حلوه زيكم. وخلاص بقى حطينا العينين بتاعتنا الحلوه وزي ما احنا شايفين هبتدي برضو ان انا اجيب كده قصاقيص صغيره قوي وهبتدي ان انا اثبتها كده من الجناب علشان طبعا تدينا شكل الرموش. هي مش هتبقى شكل الرموش قوي بس تدينا كده ايحاء ان هي شكل الرموش. حطيت كده زي ما احنا شايفين مع بعض قطعة صغيرة جدا وهبتدي ان انا اثبتها كده في النص، وحطيت جواها كده بقى او مناديل مفيش مشكله، ومن فوق ثبت كده كذا ورده وهستخدمها بقى كمنظم بالطريقه دي. فكره بسيطه وكمان حلوه وممكن طبعا ننفذها باي الوان احنا حابينها. محدش خالص هيصدق ان احنا عملناها بايدينا. حطوا لايك جميل كده من ايديكم الجميله للفكره اللي فاتت دي، ويلا بينا بقى دلوقتي نشوف العلب بتاعتنا الحلوه دي هنعمل فيها ايه. عندي بقى هنا كده علب الجبنه زي ما احنا شايفين هبتدي ان انا اجيبها، وزي ما احنا شايفين برضو هستخدم الاستيكر ده. طيب انا ما عنديش الاستيكر ده ومش حابه استخدمه او مش حابه كمان اللون الذهبي اللي انت طبعا بتحبيه ده اللي هو انا، يعني استخدمي اي حاجه عندك اذا كان نفس الاستيكر او حتى كمان لون مختلف او حتى كمان قماش او حتى كمان فوم، فالبدائل كتيره جدا جدا ممكن تنفذي الفكره بتاعتي باي شكل ما. انا هديكي بس كده الفكره وبعد كده انت هتكملي عليها وهتطلع حلوه جدا من ايدك الجميله. غلفت كده العلبه بتاعتنا وبعد كده هروح طبعا ناحيه القاعده وهبتدي ان انا اثبت عليها جزء تاني زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اما بقى البطن بتاع العلبه الحلوه دي هنسيبها كده؟ لا مش هنسيبها، هجيب برضو كده جزء تاني برضو من الاستيكر بتاعنا وهبتدي ان انا اغلفه. طيب انا حابه اشتري الاستيكر بتاعنا ده، الاقيه فين؟ هلاقيه عند اي محل بتاع ادوات منزليه، متوفر جدا وبيتباع كتير جدا جدا ورخيص جدا مش غالي، وبنعمل بيه افكار حلوه جدا جدا. غلفت كده العلبه بتاعتي ومش هنسى الغطا بتاعي، هبتدي برضو ان انا اغلفه، وزي ما احنا شايفين مع بعض الاستيكر بتاعنا اللي معانا ده حلو جدا جدا، حتى مجرد ما بحطه كده على الحاجه تحسوا ان هو بيلزق في بعضه، وده بيكون استيكر حلو قوي. وعايزه اقول لكم ان هو رخيص مش غالي. هثبت بقى كده الاستيكر بتاعي وحتى كمان التنايات دي هدخل كده جواها علشان طبعا يديني شكل الغطا اللي معايا، والزياده دي هدخلها ناحيه ورا ولو محتاجين نقصها هقصها. طيب خلاص بقى كده خلصنا العلبه بتاعتنا والدنيا كلها تمام. هنعمل ايه؟ هستخدم اللولي ده. اللولي ده رخيص جدا وزي ما احنا شايفين مع بعض حلو جدا، ورخيص ليه؟ لانه خفيف يعني خامته ما بتبقاش عاليه قوي، في على فكره اعلى منه كده وهتحسوا ان هو نفس الشكل، بس طالما كده انا مستخدماه في الجزء بتاعي ده او في الحاجه بتاعتي دي انا هستخدم الخفيف علشان طبعا مش عايزين نستخدم حاجه تكون تكلفتها عاليه. فهثبت اللولي بتاعي كده بنفس الشكل ده، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اجي على العلبه بتاعتي من ناحيه تحت وبرده هستخدم فيها اللولي بتاعنا، هيدينا شكل حلو جدا، وكمان برده اللولي بيليق جدا على اللون الذهبي. اما من فوق بقى ممكن نحط برده اي حاجه كده للتزيين، حبيت برده كده ان انا احط الوردات دي، وممكن طبعا نحط وردات تانية من الفوم هتكون برده حلوه جدا، بس انا حسيت بصراحه كده ان انا محتاجه ان انا اغير، فحبيت ان انا احط الوردات الحلوه دي. وعلشان اظهرها اكتر واكتر هحط فيها كده حاجه بسيطه جدا من برضو الخرز اللي هيكون ذهبي، وممكن برضو يكون فضي او اي لون تاني مفيش مشكله، وده هيكون الشكل بتاعنا.
هجيب بقى حلقة ستاير، وعشان الحلقة الستاير اللي معايا زي ما احنا شايفين لونها فضي، هبتدي ان انا الونها كده برضو باللون الذهبي زي ما احنا شايفين مع بعض، اللي هو طبعا لون الاستيكر بتاعنا. حتى كمان لو كان لونها ذهبي ممكن طبعا برضو نغلف عليها الجزء بتاع طبعا الاستيكر ده عشان يكون الدنيا كلها لايقة على بعضها وتكون لون واحد. وده بقى هيكون شكلها. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هاجي هنا وكل بس اللي احنا محتاجينه ان احنا نفتح فتحة بسيطة جدا، وطبعا ممكن جدا نفتحها برضو بالمسدس بتاعنا اذا كان سخن، او حتى كمان باي حاجة هتكون برضو سهلة جدا. وده بقى هيكون شكلها. هدخل فيها دلوقتي بقى حالة الستاير بتاعتي، وكده طبعا هتمسك معانا كويس جدا. اما بقى من تحت ممكن برضو نحط كده رجول لولي اكبر شوية، هتدينا شكل احلى واحلى. وبكده بقى هنكون عملنا علبة حلوة جدا لجميع طبعا الاستخدامات. استخدميها بقى زي ما انت حابة، فكرتها حلوة جدا وكمان بسيطة، وزي ما احنا شايفين مع بعض شكلها حلو قوي. وده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو ان يكون عجبكم. حطوا لايك جميل زيكم، طبعا ما تنسوش تعلقوا كده تعليق جميل منكم جميلة، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد. في حفظ الله وامنه.